ورحمة الله. النهارده راجعه لكم فيديو جديد. النهارده بقى روتين كده يوم الجمعة. قمت من النوم. طبعا زي ما انتوا عارفين مفيش صلاة جمعة، بس عندنا بقى في المسجد. بس بتنزل الرجالة بس، هم يعني مفيش حريم بتنزل. فصلاة الجمعة الرجالة بس اللي بتنزل. يا رب يا رب يرفع عنا البلاء ده خالص ونرجع لحياتنا الطبيعية تاني على طول. صحيت بقى صليت الظهر، احنا كده بعد الظهر على طول صليت الظهر ودخلت على المطبخ لان عندي حاجات كتير جدا في المطبخ النهارده. الشقه رايقه، مش هعمل اي حاجه في الشقه. روتين يوم الجمعه كله هيبقى في المطبخ. فانا كده كنت جايبه كرنبايه تمام من قبلها بيوم، والخضره والكلام ده كله. قطعت الخضره، حطيت ميه للكرنب عشان يتسرق، وقطعت الكرنب بس بفتحها من بعضها زي ما انتم شايفين كده بتتفتح معايا. كل لما افتح طبقه بتتفتح معايا اهو بسهوله، من غير ما اقطعها كلها ولا اي حاجه، وافضل اقطع في الطبقات لغايه ما تتفتح معايا كلها. بعد كده انت بتلاقيها بتفك منك وبتبقى سهله معاكي قوي. وعلقت على الميه، بعمله مره على الناحيه دي ومره على الناحيه دي، يعني 5 دقايق او دقيقتين. انا ما بطولش خالص على الكرنب عشان بيتهري. ففي الميه السخنه بقلبه على الناحيه دي مره على الناحيه دي مره، بعد كده بطلعه في المصفى. هجيب بقى معايا المصفى دلوقتي اهو. انا كده خلصت فككتها كلها من بعضها، وهجيب بقى المصفى وهبتدي ان انا اطلع فيها اهو. انا كده جبت المصفى طلعت بقى فيها، بصوا بلمه كده مع بعضه كله واطلعه في المصفى. انا كده كده مخلياه يا دوبك سلقه، مش نص سلقه، يعني نص سلقه او ربع سلقه. فانا لما بحطه على بعضه هو بيكمل سواه بعد كده لو هو ني شويه. خلصت كده طبعا. انتوا بقى ما تضيعش وقتكم في السلق او كده. سلقت كله كده وخلصته. اخر حاجه هي في الحله هطلعها، وبعد كده هبتدي ان انا انضف الخضره واغسلها كويس جدا واحطها في الفريزر. طبعا احنا عشان اقطعها احطها في المحشي. طبعا احنا عملنا المحشي مع بعض كتير قبل كده، فانا اصلا كنت عامله التخديعه برده من بالليل، قلت عشان الدنيا تبقى سهله عليا هقول لكم التخديعه سهله جدا. مقطعه البصل فرماه في الكبه، وعصرت الطماطم وحمرت البصل كويس جدا. لو انت بتحبي اللي حطي، انا بحبها وحطيت، بحب اللي في المحشي. وحطيت بهارات، وبحب برضو مرقه الدجاج وكمون وكزبره وشطه، وظبطت بقى، حطيت حبه نعناع ناشف وعملت التخديعه. سبتها بقى تتسبك خالص. تاني يوم قلت اعمل الحاجات المهمه. مسحت الرخامه بقى مكان ما عملت الكرنب، وبعد كده هعمل بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين خلاص بقى هدلق ميه الكرنب اهو، وهحط مكانها التخديع عشان انا طبعا مخرجاها من التلاجة ولسه هحط فيها الخضره. عايز تحطي الخضره من على الوش، انا برضو بعمل كده كده او كده معايا عادي، دي حلوه ودي حلوه. اسفه طبعا على الاصوات اللي عندي دي في الشارع مش في البيت، فاسفه لو في صوت عالي. المهم فخلاص كده خلصت الكرنب بقى، هشطفه كويس جدا عشان بقى خلاص كده ما يقعدش يتهري. وبعد كده هقعد اقطعه، يبقى احنا كده خلصنا الكرنب. هقطع الخضره واغسلها كويس جدا واقطعها صغير، وبعد كده هقلبها في الصلصه، ويبقى احنا كده خلصنا المحشي. ما رضيتش ان انا اطول وقتكم في ان احنا نحشي ونعمل وبتاع. قلت الحشو كده كده احنا عارفينه مع بعض، وعملته برضو معاكم قبل كده، فلميت الدنيا عشان الفيديو ما يطولش، عشان عملت فيه كذا حاجه النهارده. تمام. خلصت كده بقى الخضره، نضفتها كويس في شنطه، جبت كيس كده ونضفتها فيه. وبعد كده قطعت الطروف بتاعتها وغسلتها كويس، سبتها منقوعه. دلوقتي انا سايباها كده منقوعه في الميه. قربت بقى الكاميرا عشان تشوفوا انا بعمل ايه. قطعت الكرنب كده، بشيل الحته اللي هي فوق دي، وبعد كده بلفه دايره زي ما انتم شايفين وبقطعه شرايح، وبعد كده بفرد الشرايح دي واقطع منها قطع. انت طبعا عملنا ده برضو مع بعض وعملته في فيديو مفصل. ده الروتين، يعني ده المحشي انا عامله فيه في الروتين عامله المحشي، يعني يعتبر ده الروتين مش فيديو انا بعرفك فيه بالتفاصيل. في الفيديوهات انا عامله فيها في التفاصيل هتلاقوها موجوده في القناه. قطعت كده بقى الخضره كويس جدا، وابتدي بقى ان انا احطها على الصلصه واقلبها. وبعد كده هغسل الرز واقلبه برده كويس. انا بحب اهو، انا غسلت بقى الرز وحطيت الخضره. طبعا هي لونها احمر بس هي الكاميرا او الاضاءه بتفتح. المهم ف انا بحب اقلبه كده شويه. لو انت بتحبي تقلبيه على بعضه مش مشكله، مش هتفرق معايا. بقى هنا فراخ بانيه هعملها. مش يعني مش شرط ان احنا نعمل جنب المحشي اي حاجه، بس انا كان عندي فراخ بانيه وكده فقلت اعملها للولاد. وطبعا هم ما كلوهاش مع المحشي. انا بعد كده حمرت لهم بطاطس بالليل واتعشوا، لان زي ما انتم شايفين احنا بنصحى متاخر. بس يوم الجمعه لازم طبعا بصحى بدري.
فاحنا بنصلي الفجر كل يوم وننام. وطبعا احنا بدأنا الدروس فاحنا بنصحى بدري شويه. بس هما الولاد اخرهم واحده اتنين فبقوا عايزين عشاء، مش بياكلوا محشي. المحشي ده في الغدا وقت ما انا عملته وهو سخن كده، انما الولاد بياكلوا بقى في العشاء حاجه خفيفه. فانا قطعت البانيه قطع كده صغيره، ودلوقتي بصلايه كده هقطعها قطع صغننه خالص. بحبه بالبصل، لو انت عايزه توم باودر بصل باودر حطي، بس انا بحب البصل الاساسي، ما بحطش توم، البصل الاساسي يعني. قطعت كده بصلايه صغننه وخلاص كده بقى. هبتدي بقى ان احنا نتبله مع بعض. هتشوفوا بقى التوابل اللي احنا هنحطها دلوقتي: ملح و بابريكا، لا ده كركم، اسفه، كركم وبهارات وفلفل اسود وده اللي هي الكاري، كاري الفراخ. وطبعا هعمله بقى زي عجينه كده، هحط له دقيق واحط حبه ميه صغيرين، عايز تحطي لبن زبادي اي حاجه. وحطيت بيضايه، احط بيضايه ودقيق واعمل له زي عجينه كده عشان يبقى معايا كريسبي ومقرمش، ما يبقاش طبقه خفيفه كده، ما بحبهوش كده، بنحبه مليان وطبقته مقرمشه. والدقيق بيديكي القرمشه دي. طبعا احنا عملناه في فيديو مفصل لوحده في الفيديو بتاع السندوتشات الكريسبي. تمام، ده بقى انا عاملاه كده عادي مع الاكل. بس كده خلاص، كده خلصت. احط بقى الدقيق واعمل العجينه. وطبعا هتشوفوا بقى التتبيله، سيبكم مع التتبيله والتفاصيل هقول لكم عليها بقى في الاخر. خلصت بقى كده. الولاد بقى زي ما قلت لكم اتعشوا. عمرت لهم كده بطاطس، عملت لهم شيبسي، وعملت لهم كام قطعه بانيه كده قلتها لهم واتعشوا كده. عشان كده وريته لكم لوحده. دخلت بقى طبعا على المطبخ، لازم نشطبه بعد الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها. قلت لا لازم بقى يعني ما نمشي او اسيب المطبخ الا لما يكون معايا زي الفل. هرتب بقى المطبخ والترتيبات هتشوفوها بقى معايا، تابعوني لغايه اخر الفيديو عشان ما ارغيش كتير. هشوف لو في حاجه تاني في الفيديو اقولها لكم واوضحها لكم وارجع اوضحها لكم تاني.